السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة WTV قناة وطن. الحقيقة أنا بصراحة حتى النفسية تعبانة من الوضع العام ومن وضعنا من وضعنا اللي احنا بيه. رسالتي أنا ما أحب أرسل رسالة. أني أريد أوجه رسالة. أنا أقول للسيد الكاظمي رئيس وزراء العراق أكو أشياء تعرفها وما تعرفها، وأنا أعرفك حق المعرفة. واشتغلنا بالذاكرة العراقية أول ما جيت يم حسين الصدر، قناة السلام، بداية الذاكرة، خاف ما أتذكرها ذكرك بيها. تعرف أنت حضرتك مصر أفقر دولة عربية بعد السودان؟ تعرف مصر بالعدوان 1990 هي صوتت على العراق والصين ما صوتت؟ تعرف هاي الصورة؟ تعرف؟ ماكو صورة. اوكي. تعرف حضرتك الاتفاقية بين مصر هي متفقة مع الصين حتى يسوون ويعدلون امور مصر البنية التحتية، واحنا نجي نلغي اتفاقية الصين ونروح نتفق مع دولة هم قاعد يعمروا لها. عمي حيرتونا انتم تريدون تبيعون العراق تفسيخ. هاي صوتوا على القرار. هاي تفضل. الصين ترفض ما لنا علاقة. لا احد يقول لي والله نظام سابق، مو نظام سابق، هو هذا التصويت هو ضرب العراق، ضرب العراقيين اللي راحوا مو عراقيين، راحوا عراقيين. تعرف؟ لو ما تعرف ما صار نفط مقابل الغذاء، مقابل الدواء، مقابل الماء، مقابل الإعمار، مقابل الشيب الخلفوني، مقابل ساحة السوداء شفناكم بيها. عمي أنا أقول لك منها واسمعها مني كمواطن عراقي والناس تعرفني، لا أخاف ولا أستحي من الحق. لو أنا مكانك أستقيل، لأنك ما قدمت شيء للعراق أنت وحكومتك، ودمرتوا البلد ووديتوا للتهلكة. الحكومة اللي ما توفر رواتب موظفيها عليها أن تستقيل. الحكومة اللي ما توفر مفردات البطاقة التموينية عليها أن تستقيل. الحكومة اللي ما تعرف تعين أبنائها وتشغلهم عليها أن تستقيل. الحكومة اللي ما وفرت التأمين الصحي عليها أن تستقيل. الحكومة اللي ما توفر الأمن عليها أن تستقيل. ورث مال خلفوكم العراق تلعبون به، ورث مال ابهاتكم. باكر عقبه كل واحد جوازه بجيبه ويطلعون ويظلون بس ود الخايبه هنا. من شردوا صار داعش تلقوهم بصدور عاريه، ومن صارت الامور زينه رجعتوا ما شاء الله ويجعبونون علينا بالقنوات. مثل هذا الشيخ يوم يجعبون علينا طلع ويا ابنيه تعبانه فضحت له فيديو ام العدس. الله يفضحكم بعد وينشركم بعد ويخزيكم بعد وسود الله وجوهكم. استحوا، اخجلوا من نفسكم. كل الناس تحكي عليكم، ما تخجلون؟ ما عندكم غيره؟ فسختوا العراق. لك سنجار تعطي لك راد. هسه يطلع لي واحد غبي ولا اعطينا سنجار. شلون اعطينا سنجار يا غبي؟ تعرف سنجار شنو؟ سنجار الطريق الوحيد على التجاره العالميه الجديده هو طريق الحرير الصيني، يعني يربط العراق باوروبا. اذا ما تفتهم انت، يعني لا ما انا ام قصور ولا ما انا الفا وبعد فيت، هناك يصير الشغل كله هناك. الما يفتهم لا يحكي، لا يظل يعلق باشياء ما يفتهم بيها. دمرتوا العراق، بهذلتوا العراق. تجي انت تعطيني استثمار بالسماوه للناس اللي فجروا بالعراق للسعوديه. هم جايين السعوديه، راح اقول لكم معلومه عن السعوديه. طبعا شنو جايين ياخذون من السماوه، باديه السماوه حتى يربطونها ويا السعوديه. والله استثمار ومستقبلا يقطعونها. تعرفون شو يبون يسوون؟ يردون يزرعون بيها محاصيل. المحاصيل هاي علف، العلف اعلاف. هاي كانت يزرعونها بالبرازيل. اكو تقارير عليهم على الدي دبليو. هاي كانوا يزرعونها بالبرازيل وتاخذ مياه هوايه. يعني المياه الجوفيه العراقيه توشل، تخلص مياهنا على العشائر المحترمه بالسماوه. ما يوافقون على هذا.
استثمار 100 سنه. شنو انت؟ انت باقي 100 سنه، انت باشر تطلع. منو انت حتتحكم بالعراق؟ منو انت حتتوقع نيابه عن ابناء العراق؟ احنا سنين نحلم يصير العراق جميل ثالث، تجينا حضرتك تعطي تريليونات للشمال وتخلي الموظفين بلا رواتب، وتعطي كيفك. الصين من البلدان العظيمه تسوي لك بنيه تحتيه بالبلد، ما توافق تروح تجيب لي مصري. مع احترامي للشعب المصري، انا اتكلم عن موضوع مهم، موضوع يخص العراق. تجيب لي مصري يشتغل لنا، يعني شلون يجيبوا لنا؟ ايش يجيبوا لنا؟ نرجع يجيبوا لنا طعميه؟ شو يجيبوا لنا؟ لو الامريكان قالوا لك سوي هالشكل، عيب عمي عيب، خجلوا شويه، خاف ما تدري نفسك، الشارع كله ضدك، انا احكي لك اياها. المصريين هم تعبانين، يريدون واحد يساعدهم، المصريين يجوا يساعدونا، يعني تسوتونا مضحكه للعالم. والله مهزلتونا تمهزل، انتم مو بكيفكم، مو انتم اصحاب القرار، الشعب هو صاحب القرار، وكل شيء سويتوا ونعرف ايش سويتوا، ماكو تاريخ مضموم عليكم، فعليكم اذا تحترمون نفسكم تستقيلون، زين؟ من كبيركم وصغيركم، اخجلوا، عيب عليكم. فاصل ونرجع.